ولكن كثيرا من العصاة عن ذلك لاهون، ولكن كثيرا من العصاة عن ذلك لاهون وعن عواقبه ساهون، حتى إذا حضر الأجل واشتد من سكرات الموت الوجل وحالت ساعة الفراق وحالت ساعة الفراق والتفت الساق بالساق، ندم الغافل ولا تحين مناص. قال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وبعدها يمكث العبد ما شاء الله أن يمكث في برزخه، إلى أن يأتي يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وحينها ينتهي الظلم ويقام العدل ويحاسب العباد وتنصب الموازين وتنشر الدواوين ويحضر الأشهاد وتنطق الأركان، ملائكة تسوق العباد إلى المحشر وملائكة تشهد عليهم. قال عز وجل: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد. فيلقي العبد باللائمة على قرينه الذي أطغاه فيتبرأ منه القرين وينفي أن يكون قد أغواه، قائلا: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فينهي الله ذلك الخصام بكلمة الفصل والقضاء العدل، فقد سبق الوعيد وتوالت النذر على العبيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وفي مشهد من أعظم مشاهد يوم القيامة نار تكاد تميز من الغيظ الشديد وتسأل ربها المزيد. قال عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. رواه مسلم.